سلطة الفتوش من أحلى السلطات اللي أنا باموت فيها، وصحية وسهلة وما بتاخدش وقت، وأحلى حاجة فيها بقى فتشوا في التلاجة فعلا أي حاجة عندكم، أي خضار تقدروا تستخدموه فيها. تعالوا شوفوا بقى احنا عملنا ايه. أول حاجة قطعت الطماطم وهقطع الخيار، وهحط الخيار بالشكل ده، قسمته نصين، قطعوا أي تقطيع زي ما انتوا عايزين. وبعد كده هقطع فلفل أخضر، ده اللي كان عندي، لو عندكم ألوان حطوا، عندكم فجل رمان اللي انتوا عايزينه. قطعت كمان بصل زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، بحبه أنا كده. ودلوقتي شوية بقدونس هنفرمهم ناعم، ولو عندكم كام ورقة نعناع حطوا معاه. انا استخدمت في الدريسنج نعناع ناشف. تمام. دلوقتي هحط البقدونس، ودلوقتي دي كابوتشا هقطعها برضو بالشكل ده، اي نوع خاص برضو عندكم. الميزة في السلطة دي ما فيهاش اي مقادير، اللي عندكم استخدموه زي ما قلت لكم كده. دلوقتي بقى انا قليت العيش، انا مش صحية معلش، انتوا ممكن تدهنوه بالزيت وتحطوه في الفرن او في الاير فراير. وانس ان انتوا حطيتوا العيش لازم تاكلوها في وقتها. دريسنج دبس رمان، زيت زيتون، سماق، ملح وفلفل ونعناع ناشف وليمون، ونرج كله مع بعضه. اول ما نحط دريسنج لازم تتاكل في وقتها لان العيش هيبوظ. تمام، خدوا بالكم من الحته دي. فدايما بخلي كل حاجه على جنب، العيش مقلي او محمص على جنب، السلطه متقطعه كلها متحضره، وكمان الدريسنج على جنب. وقت التقديم بحط كله على بعضه. حطيت شويه خس كده ديكور وحركات يعني. نقرب نقرب نقرب، شو هالقمرز لك تقبرني. تحولت خلاص، بقت شاميه. جربوها، احلى فتوشه تعجبكم. صحتين.